الحجم المخيف للمعدن الذي يشكل غالبية أجزائه، إلا أن انسيابية خطوطه تنسينا صلابة تلك المعادن وتمنح العين صورة مريحة وفي غاية الجمال. إنه الملعب الوطني الذي أطلق عليه الصينيون وبسرعة تسمية زادت في رونقه، إذ بات يعرف بعش الطير. فالسواري المعدنية تبدو مطوعة بما يوحي فعلا بشكل عش جاهز لاحتضان 91,000 متفرج. حوالي 1,000,000 طن من المعدن جعلت من هذا الملعب تحفة فازت بجائزة أفضل تصميم هندسي في العام 2007، والتي ينظمها سنويا متحف التصميم الهندسي والإبداع في لندن، وذلك من بين 11 تصميما تم ترشيحها للجائزة. لقد نجح مصمماه مورون وهيرزوغ وهما من سويسرا في جعله الأفضل وفي مستوى احتضان حفلي الافتتاح والختام للدورة الأولمبية. بتكلفة حددت في البداية ب$300 مليون، انطلقت الأشغال في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2003 لترتفع التكلفة إلى $423 مليون. ويبدو حسب بعض التقارير أن الصينيين فضلوا إما لضيق الوقت أو ربما للتقليص من التكاليف عدم اعتماد سقف للملعب، بينما يرى البعض أن السقف قد ينجز بعد الدورة. يمتد على مساحة كلية تصل إلى 258 ألف متر مربع، وهي مساحة تدل على عظمة هذا المعلم الرياضي الذي بات حتى قبل انتهاء أشغال بنائه يجلب الصينيين لمشاهدته ولو عن بعد. طوابق سفلية ومرافق عديدة تحت المدرجات، وانسيابية مميزة بين مختلف أروقته الداخلية، كما يمتاز المنظر الداخلي بنوع من الدفء يساهم دون شك في منح الجمهور والرياضيين راحة نفسية على العطاء والتفاعل بين ما يحدث على أرضيته وما يحصل من تفاعل فوق المدرجات. الخدمات التي يوفرها الملعب تتجاوز في رأي المنظمين ما تفرضه الشروط الأولمبية، وتجهيزاته التقنية العصرية والحديثة ستمكن أجهزة الإعلام من أخذ الصورة الحقيقية التي يريد الصينيون أن يقدموها للعالم من خلال حفلي الافتتاح والختام، وكذلك من خلال منافسات ألعاب القوى. عش الطير سينال شرف احتضان حفلي الافتتاح والختام، وهو شرف سيدخل هذا الصرح الرياضي ضمن سجل الملاعب الشهيرة التي ارتقت إلى هذه المرتبة منذ انطلاقة الألعاب الحديثة قبل أكثر من قرن. كما سيكون بوابة الصين إلى عهد جديد تقارع فيه عمالقة الرياضة على المستويين التنافسي والتنظيمي، بوابة تؤكد صورة العملاق الذي بدأ يكتسح العالم على أكثر من صعيد.